السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن وقفات الكرش. طبعا دي حاجة بيقابلها أي مربي ماشية. فضلا ليس أمرا، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك ليصلك كل جديد إن شاء الله. طبعا وقفة الكرش دي حاجة طبعا وقفة الكرش ديت حاجة أساسية، أو حاجة بتقابل أي مربي مزارع زي ما قلنا في الأول. احنا في الأول بنبدأ نقيس درجة الحرارة. أي حاجة في المزرعة بتحصل، أي شك في أي حاجة، في أي بقرة كبيرة في عجل صغير، بنبدأ نقيس درجة الحرارة الأول عشان نتأكد إيه الموضوع يعني. بنشوف درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة عالية عن المعدل الطبيعي 37.5، بنبدأ ندي خافض حرارة، آه، مضاد التهابات، مضاد حيوي. وبنبدأ نتعامل مع وقفة الكرش برضو. بنبدأ نجيب نص كيلو زيت أكل طبيخ من البيت، وبنجيب نص كيلو لبن، وبنحطهم في إزازة ونرجهم مع بعض، ونبدأ نسقهم له عن طريق الفم بالراحة. نمسك البقرة كويس أو العجل كويس ونسقهم له بالراحة، وعشان ما يبلعش لا قدر الله لسانه. طب لا قدر الله ما الزيت واللبن ما جابش نتيجة، بنبدأ نستخدم الأورنيبرال أو الريميتون. دول مخصصين في وقفات الكرش. وبرضه في اللي هو أكياس السوبر ماش أو اللافت. طبعا طبعا احنا بنستخدم الريميتون، ده حقن بيستخدم في وقفة الكرش. بندي مثلا من 10 ل20 سنتي للبقرة الكبيرة، و10 سنتي للعجول الصغيرة. تمام. الأورنيبورال ده حاجة كويسة جدا بقى، بيستخدم برضه في وقفات الكرش. نستخدمه للبقرة الكبيرة، ممكن ندي نص الإزازة على حسب وزن البهيم. هو بيتاخد من سنتي ل2 سنتي لكل 10 كيلو، من سنتي ل2 سنتي لكل 10 كيلو. طبعا انت اديت لو عجل صغير 50 كيلو، اديت له 5 سنتي او 10 سنتي، يا ما فيش منه اي ضرر. ده كل ما تزود الجرعة مثلا ل10 سنتي مفيد ليه، لان هو بيخش على، بينشط الكلى، وبينشط الجهاز الهضمي، وبينشط الكبد، بيعمل تفويق للعجل، حاجة ممتازة جدا. وفي المواشي الكبيرة، لو في بقرة هزيلة، ضعفانة، أكلتها وحشة، مشيتها وحش، بتبدأ تديها ده، بتشغل الأجهزة الداخلية، الكبد والكلى والجهاز الهضمي. يعني بنستفيد منه استفادة كويسة جدا. وبرضه بيتاخد للأغنام والخيل، جميع أنواع الحيوانات يعني. بندي برضو منه للأغنام الكبيرة 10 سنتي، والعجول والحملان الصغيرة في الأغنام بندي من 3 ل5 سنتي. الأورنيبورال ده بيستخدم عضل وتحت الجلد وفي الوريد، مفيش منه أي مشكلة. أنا أي حاجة بتكلم عنها ببقى مجربها الأول وواثق من نتيجتها بفضل الله تعالى. يعني جابت معايا نتيجة كويسة على طول، سريعة. ببدأ بالزيت الأول واللبن، بإذن الله بيجيبوا نتيجة على طول. يعني مفيش نص ساعة بدأ البقرة اشترت أو العجل اشتر، وتمام تمام. والأفضل إن هو زي ما قلت لحضراتكم بيتمنع عنه الأكل مثلا نص يوم في الأول، يصوم النص يوم الأولاني ده أو يوم كامل، مفيش منه مشكلة لما ينضف معدته، آه، ويرجع لحالته الطبيعية تاني. استخدام الاوربيتال ده حتى لو مفيش وقفات كرش نستخدمه عادي، زي ما قلت لحضراتكم، اي بقرة هزيلة، اي عجل وهبطان، دي يشتغل في زي ما قلت لحضراتكم في تنشيط الكبد والجهاز الهضمي والكلى، حاجة ممتازة جدا، مفيش منه اي مشكلة. وانا بجرب اي حاجة بتكلم عنها عندي ببقى مستخدمها الاول مرة واثنين وثلاثة، ده عن تجربة، قبل ما اقول او اتكلم عنها لاي حد. واسعارهم برضو كويسه ومتناول الايد يعني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.